تبارك الرحمن. اتعشينا والحمد لله. ولعت على الشاي على ما الشاي يغلي اكون غسلت المواعين والاطباق بقى اللي كان فيها الاكل، بس بولع على الشاي وهوطي عليه واسيبه بقى مع نفسه يغلي. انا ما بقفش جنب الحاجه يا جماعه عشان الواحد ما يعطلش نفسه. على ما الشاي يغلي اكون صبنت هما الاطباق بس اللي كان فيهم البطاطس والطعميه والليمون، ويا دوبك الفول طبعا غرفته في الطبق عشان يبقى شكله ظريف ولطيف كده ساعه الاكل. تمام تمام. هنا بقى الشاي بقى كده مع نفسه على ما اغسل مواعين. بترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الرحمن. عملت عشاء؟ عملت بطاطس محمرة الذهبي الجميل ده، عملت طعمية بيتي، عملت فول. اقول بقى الطريقة، هي مش افتكاسة بس طريقة تحفة وطعمها تحفة، رهيب 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 يا جماعة. هنا بجيب بحط حبة زيت في الطاسة. انا حطاها في الحلة كيوت. حبة زيت، بصلاية مقطعها مكعبات، قرن فلفل. الاول البصلايه بشوحها كده بديلها لون ذهبي خفيف، وبعدين بحط عليها الفلفل مش بقليه طبعا، الفلفل بنشوحه كده نشم ريحته. فصين توم متقطعين على حرف السكينه. بعد كده بنحط الطماطم بتتسبك في الزيت، بعدها عليها كيس الفول اللي هو مطلعاه من التلاجة وفاكك، كان في الفريزر يعني. هنا ليمون مخلل، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، انا اللي عاملاه. ما عملتش بقى سلطه ولا عملت خيار ولا الكلام دوت. ليه؟ الخيار عندي بس مش عارفه، مش احسن حاجه اليومين دول. نعمه ربنا كلها حلوه، ربنا يديمها نعمه يا رب، يحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وتلعش الفاخر، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. الطعميه. البطاطس يا جماعه، هنتكلم على الطعميه بعدين. البطاطس ما بتيجي تقليها ما بتقفيش جنبيها، خلينا متفقين كده. بنقشرها بنحطها في حبة مية وملح وخل، ونروح قايلين مش بنحطها قبلها من بدري كامل، لا احنا بنحطها وبعدين بنقلي على طول. تمام تمام. وبنحطها على نار وسط وبنسيبها بتقلي نفسها، بنشم ريحتها بنروح رايحين مقلبينها على الناحية التانية وتقليبة اتنين كده وبنروح مطلعينها. تمام تمام. على ما هي بتتقلي طبعا الطعميه دي انا مطلعاها من الفريزر وبتبقى فكه وتمام التمام، بروح حطها في الكبه طحنها من تاني وحاطه فيها حبه آه، كربوناتو، وحبه كمون تاني عشان تديلها ريحه ساعه القليه، وحبه كزبره فقط لا غير. تمام تمام. والفول احنا قلنا طريقه جميله ما فيهاش افتكاسه. مش تقولي لا الدنيا ليه انا نعمل طبق فول بطماطم ليه، طب ما انا اعمله كده وخلاص. لا، مره نعمله بطماطم، مره بطحينه، مره بالليمون، وننوع يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تكسليش على الاكل خالص، عشان اللي ياكل كده نفسه تبقى مفتوحه. هنا بقى البطاطس بس عشان اوريها لكم وهي دهب كده. قلت بعد بقى ما اوريها لكم هروح جايبه بقى انا عامله تحديقه ليها بالفلفل الاسمر والكمون والملح وشطه وكزبره ناشفه. كل ده عاملاه في علبه لوحدها كده، وبعدين بروح بقى مرش عليها، بتبقى طعمها جميل وريحتها حلوه كمان. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم حبه فول، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا البطاطس وجمالها بقى، ولا الطعميه وريحتها، ولا الليمون اللي انا عاملاه، كله بيتي في بيتي يعني، ما عدا العيش بس هو اللي حتى في الفرن يسخن تسخينه بسيطه كده، ونروح مش هنشفه يعني. تمام تمام. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل.